السلام عليكم. لما اتكلمنا على فبأي آلاء ربكما تكذبان اللي جاءت 31 مرة في الرحمن، وقلنا ان 31 مرة ده رقم له سر عظيم في كتاب ربنا، عشان القرآن استخدم 31 رقم أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه في التعبير عن صوره وآياته، والرقم الأولي تعبير عن وحدانية ربنا سبحان الله العظيم. بس المرة دي مش هنتكلم على 31 في سورة الرحمن، لا هنروح على آية في سورة النور، الآية رقمها 47. أنا مش هقول غير رقمين بس، 47 31. طيب 47 وال 31 الآية رقمها 31 في سورة النور، والآية دي فيها أكبر عدد من الآيات من الكلمات انتهت بحرف النون. 31 كلمة في الآية 31 من سورة النور انتهت بحرف النون. وظهرت النون كم مرة جوه الآية دي؟ 47 مرة. طب نرجع تاني لسورة الرحمن، 31 مرة تكررت أكبر تكرار الآية جوه كتاب ربنا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إيه هي الآية الوسطى؟ هي الآية رقم 16 في وسط ال 31 رقم دول، وسط ال 31 آية دول، ورقمها 47. يعني مركزية فبأي آلاء ربكما تكذبان الآية تحمل رقم 47. أكبر تكرار لآية 31 مرة، أكبر تكرار لكلمة داخل آية في الآية رقم 31 من سورة النور، وعدد التكرار اللي انتهت بيه كلمة بحرف النون هي 31 كلمة، وعدد تكرار النون داخل الآية 47 مرة. أنا مخلصتش لسه، لا لو عملت بحث على حرف النون جوه الآيات بتاعت كتاب ربنا كله هتلاقي النون ظهرت مرتين 3 4 وأحيانا ما ظهرتش في آيات، لكن ظهرت لغاية الرقم 31. يعني النور ظهرت جوه الآيات 31 مرة زي الآية اللي كنا بنتكلم عليها آية النور، لكن ما ظهرتش ولا مرة 32 ولا 33. ظهرت 31 مرة أو 47 مرة. ظهرت تحت ال 31 لكن ظهرت 31 ولم تظهر 32 مرة، ما اتكررتش 32 مرة في أي آية ولا 33 مرة، لكنها اتكررت 31 والرقم اللي بعد منه تكررت 47 مرة. هما دول الرقمين اللي أنا قلتهم في الفيديو ده بس، 31 47. القرآن له بناء احنا مش شايفينه لكنه موجود سبحان الله.